بالصف السادس. اهلا وسهلا بكم ابطال في فيديو جديد. هنحل النهارده كتاب التقييمات صفحه 21 ل 25 تقييم الاسبوع الخامس، وكمان مراجعه الوحده الاولى. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، ربنا ينجحكم جميعا يا رب. انت عندك هنا بنبدا من اول صفحه 21. طبعا صح وخطأ سهلة جدا. بيقولك الفكرة اللي أعجبتك في النص، تقول له عمل نموذج لمدرسة صادقة للبيئة. سبب إعجابك بيها، تقول له المحافظة على البيئة والابتكار والتجديد، ده هي البيئة. طيب هنا تعلمت أن أحافظ على البيئة وأن البيئة جميلة وتستحق منا حمايتها. ترميم إصلاح التجارب، التجربة أثبت وأبقى مدفونة طول جذرها دفنة. اللعبة اللي شارك فيها كريم لعبة ترميم أجزاء تمثال مكسور. طيب الفرص مبتدأ مرفوع بالضمة، الإنسان فاعل مرفوع بالضمة، نعتة تقول له الضائعة، وحالة تقول له واثق والفرد صاحبها الفرد. كلمة فيها همزة متطرفة على السطر، يتفائل. هنا هتقول له في الردهة الكبرى، هنا هتقول له عاليا يعني عاليا ومرتفعا يعني شامخا. هنا المفرد ألف، هنا جديد. أغلب وأهزم، هنا هتقول له المليون، هنا هتقول له أودعة، هنا هتقول له جند. أنعم الله على مصر بالأمان وتعامل الضيف بحب وتستقبله بالمحبة. طيب الإعراب، أول كلمة هنا خبر مرفوع بالضمة، وعندك هنا الإنسان فاعل مرفوع بالضمة. النعت هتقول له العاقل، وده مرفوع بالضمة. وعندك الحال صحيحا، وكلمة بها همزة متطرفة الإساءة. طيب هنا هتقول له المحن اللي هي الشدائد، المعاهدات مفردها معاهدة، أكسبها عكسها خسرت. هنا تقول له تخرج منها أقوى من ذي قبل، دي كانت صفحة 32. صفحة 33 محاسن هتقول له حسن، نزينه يعني نجمله، وادينا يعني وادي مفردها جذر منها وادي. هنا ماضينا هتقول له حاضرنا. اشرح البيت التاني بأسلوبك، هتقول له نبني وطننا ونقويه بالحق والعدل، ونبنيه بعون الله ورعايته وحفظه. الجمال فيه وضحاها عرشا وهاجة، تقول له تعبير مجازي، صور الضحى بعرش يجلس عليه الوطن اللي هو الملك. هنا هتغير القصة، تبدأ من أول استمر الخصام دي، وتقول له انتهى الخصام بينهما بعد تدخل المعلمة. وفي حفل ختام العام الدراسي كانت هند وسلمى تقفان مع بعضهما في حب وسعادة، وتعلمتا أن الخلاف يجب أن يحل بالود والتفاوض لا المشاجرة. هنا تقول له نصف العام، هنا تقول له جدرانها السميكة وفتحات التهوية، هنا تقول له من الطين والملح، هنا تقول له أعرض عن الفكر والإيه أمام الحضور. هنا تقول له الفخار، هنا أدوات، هنا أعيش. ماذا شاهد الطلاب؟ رقم 4 اهي، بيشاركوا شافوا تماثيل صغيرة لإناث بيشاركوا في الزراعة وأدوات للطهي وأواني فخارية مزينة برسوم دقيقة. طيب دي جت السؤال الرابع. الخامس شعرت أنني أعيش بينهم، هتقول له لأني أنا أسمع صوت الأسواق وأشم رائحة الخبز من الأفران الطينية وأرى ضحكات الأطفال. دي جبت السؤال الخامس. عزيزة يعني أبية، متأخرة عكسها متطورة، جمع ابن أبناء. بما وصف الكاتب مصر، هتقول له وصفها أنها آمنة، وماذا طلب من أبنائها؟ أن يحافظوا عليها ويسلموها لأبنائهم كما هي متطورة سالمة حرة. وخرج من أرض من نالوا جائزة نوبل مثل، تقول له نجيب محفوظ، أحمد زويل، أنور السادات. نجيب محفوظ، أحمد زويل، أنور السادات. دي صفحة 23. احنا يا بطل حلينا صفحة 24 الأول. صفحة 23 اهي، هتقول له مصر، ودي نهدمه، ودي هتقول له بالحق والعدل وبالشهيد وبعون الله ورعايته وحفظه. هنا هتقول له بأخلاقنا الحميدة وعملنا الجاد وسعينا المستمر. هنا هتقول له متماثلة النهاية وبتعطي جرس موسيقي بتطرب له الأذن. طيب هنا هتقول له العمال فاعل مرفوع بالضمة، ووطني مفعول به منصوب بالفتحة، والهم ده هي ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. حال مفردة تقول له سعداء ومبهورين، وصاحب الحال هنا هتقول له العمال، ونعت هتقول له الإدارية والعزيز. طيب هنا هتقول له تفاءل وتساءل. طبعا القصة هي يا شباب، وقف الشاشة وانقل القصة على أقل من مهلك اهي. دي كانت صفحة ايه 25. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح، مع السلامة.